ليلى بنت الأغنياء. لو كنت غني اسأل أكلت بابايا. في نشر يومي بهذه الأفكار على قناة سيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي داخل مصر وخارج مصر؟ كل سنة وانتوا طيبين وتعودوا لها بخير يا رب. ام زياد جايب ايه؟ فيديو جديد، تخزين البامية. كل سنة وانتوا طيبين. البامية طلعت بقى، وطبعا المفروض نخزنها الايام دي قبل ما يجي فيها سوسة او دودة او اي حاجة. حلاوتها تخزنها الوقت يا حبيبتي، حلاوتها تخزنها الوقت. فانا حبيت اوريها لكم بخزنها ازاي. وطبعا جبتها هيت. جايبه الكيلو بكام يا ام زياد؟ ب25 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب30. انا جايباها ب25 جمله. انا جايباها ب25 يا حبايبي. في ناس عندنا بيبيعوها جمله، انا جايباها منهم. في الباميه اللي هي بتبقى خضرا قوي، وفي الباميه اللي هي دي، بس انا بحب اللي هي اللون ده. انا بحب اللي زي دي، وبحب الحجم ده، ولا صغير ولا كبير. فطبعا يا حبايبي انا جبت من ديت عشان اخزنها. هوريكم ام زياد بتخزنها ازاي، ولا ميه سخنه ولا اي حاجه. انا طبعا بغسلها غسله كويسه، وبشطفها كويس مره واتنين وتلاته، على حيث لو فيها رمله او فيها ترابه او اي حاجه، وبحطها في المصفى واصفيها. وهوريكم طريقه ام زياد ان شاء الله. الطريقه اللي انا بعملها بقالي كام سنه، جميله جميله جدا جدا، واكنك لسه جايباها طازه. فانا الوقت حبيت اوريها لكم يا حبايبي انا بعملها ازاي. فخليكم معايا عشان هقوم اغسلها واشطفها وهوريها لكم. بص يا حبايبي، انت المفروض تغسلها كويس عشان ما يكونش فيها رمله ولا فيها اي حاجه تسمرها لك. المفروض اي حاجه تغسلها كويس، لان ميتها بتبقى وسخه ومليانه تراب. ميتها بتبقى وسخه ومليانه تراب، الميه مش نظيفه. لازم تتغسل مره واتنين وتلاته لغايه ما ميتها تبقى قشطه، لغايه ما ميتها تبقى قشطه. فيا حبيبتي لازم تغسليها كويس على حيث ان لو فيها تراب ولا اي حاجه ما تسمرهاش. ماشي، انا حبيت اوري لكم اهيت، واقول لك نفس الطريقه اللي هتكون فايتك. ما تجيبهاش وتقعدي تقلمي فيها بس. لازم يا حبيبتي تغسليها كويس، لازم تتغسل كويس. اهو يا حبايبي، بتسيب الميه مره واتنين وتلاته لغايه ميتها تبقى قشطه كده. فطبعا انا هوريكم بتتعمل ازاي دلوقتي يا حبايبي. طبعا انا عملت بمسكها بقى اللي انا غسلتها اهو كده. انا غسلتها وبقت شكلها حلو اهو. انا بعمل بمسك بقى قلم كده، لمح نازل على ايدي. بص يا حبايبي اهو، باينه بس ما اجيبش ايدي قوي عشان اهو. بص يا حبايبي كده بقلمها، وبروح بالطريقه ديت اهوت. انا كده بقلم الباميه اللي انا بقلمها اهي، واروح عامله الكيس انتلا اهو. يعني انا مليت كيس على قد اكلتي، على قد اكلتي، وهنا لسه الباميه اهي. بروح بقى يا حبايبي اهو. هات يا زيد الكيس ده اهو يا حبايبي، من غير سليق ومن غير اي حاجه كده. بس انا بقى ما تركنوش بره، لا اعملوا له صدمه في الفريزر. مجرد ما تخلصي الكيس تعملي صدمه في الفريزر. الكيس اللي تخلصيه يا حبايبي تروح حطاه في قلب الفريزر. ما تستنيش، مش تركنيه الباميه تصفرجر منك ولا الكلام ده وترجعي تقولي ده اسودت ده عملت. لا، مجرد ما تخلصي كيس بكيس روح حطاه في الفريزر. فانا حبايبي حبيت اوريه لكم اهو يعني. واقول لكم حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين داخل مصر وخارج مصر. بشكركم جدا جدا خارج مصر، كل جميع العالم اللي عاملين لي اشتراك، ومتشكره يا حبايبي. واللي داخل مصر حبايبي، فكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ونعيش ونخزن سوا. السلام عليكم.